بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على سيدنا محمد أشرف خلق الله. بص عملنا ايه؟ عملنا عيش التنيس ولا معرفش اسمه ايه. عيش أفغاني، قرص زي ما تقولوا عليه. المهم ان هو حاجة جميلة وخلاص وسهلة ومريحة. بص انا قاعدة اهي، انا قاعدة في الصلاة على فكرة اني مش بقدر اقف. الحمد لله. معايا ايه؟ كوباية مية، كوباية. أنا حطيت لبن ولا ما حطيتش ولا ما فاكرة. معايا نص كوباية زيت، بس يكون زيت نظيف. على فكرة أنا حطيت كوباية لبن ونص كوباية مية، ولا لسه هياخد مية كمان. وحطيت يعني تلت كوباية زيت أو ربع كوباية، وكيس خميرة فورية، ومعلقتين أو 3 معالق سكر. وهتدوب بكله ده لحد ما يدوب بس السكر كده مع الخميرة. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العيش ده بقى تعملوه عشان خاطر تتسحروا بيه في الأيام المباركة اللي داخلة علينا بتاع ذو الحجة. اوعى تنسوا صيام ذو الحجة، وقسما بالله الأيام دي يا جماعة ما شاء الله جميلة جدا. يعني زي ال10 أيام، ومعايا كيلو دقيق، زي ال10 أيام بتاع آخر رمضان كده، بتاع الأيام ليلة القدر والأيام الجميلة دي. ما تضيعوهاش، ما تضيعوش ال10 أيام 9 أيام بتاع ذو الحجة. واللي كملهم 10 يصوم قبلهم بيوم، يبقى حاجة جميلة عند ربنا. هنحط الدقيق طبعا بالتدريج. بصوا بقى، تحطوا الدقيق وتعملوا كده العجينة مع بعضيها، وتسيبوها دقيقتين بس، وترجعي للعجينة تاني. هتريحك جدا في العجن، ولا تتعبي ولا حاجة أبدا. يعني تسيبيها كده ترتاح دقيقتين، ونحط المية بالتدريج لحد ما العجينة تبقى معاكي زي ما هتشوفيها كده. مية فترة، يعني مية كده عايزة تدفيها كده عشان يخمر بسرعة. عايزة فترة كده من الحنفية عادي، يعني الدنيا حر زي ما انتوا عارفين. طبعا هسلك كده المعلقة، وهلم العجينة بس بإيدي نقطة الزيت اللي فاضلة دي، حبة الزيت اللي فاضلة. يعني هو كل الحكاية هو اقتصادي جدا على فكرة. أنا ما حطيتش غير ربع معلقة زيت في العجينة، ربع معلقة زيت وكوباية اللبن الحليب. عايزة تحطي حطي، عايزة تحطي معلقتين لبن بودرة حطي. بصوا بسيب العجينة شوية وارجع عليها تاني. لقيتها عايزة معلقة دقيق كده، حطيت لها معلقتين دقيق لحد ايه، هي بتلزق، بس مش يعني في ايدك كده ايه، عشان تبقى، عشان ده طبعا مخبوزات تبقى طرية معاكي لما تخرج من الفرن. ودول بقى من عندي انا معلقتين زبدة. تقول هو بقى زي ما تكون عادة فيا ان انا لازم احط في المعجنات كده. انا بحب طعم الزبدة في الاكل او سمنة البلد. فدي لما معلقتين زبدة كده سيحتهم، وكعبين زبدة كده، وحطيتهم في العجينة في الاخر خالص. بص العجينة بس ما شاء الله عاملة ازاي اهي. بس هو كده خلاص العجينة خلصت. وزي ما بقولك كده ما تنسيش تعملي العجينة، سيبيها تريح دقيقتين وترجعي لها تاني، هتريحك في العجين. كده خلصت العجينة بقولكم بس ما شاء الله ملمسها. بس هنغطيها بقى العجينة واسيبها تخمر كده. الدنيا حر يعني، هي نص ساعة كده بص تلاقيها ما شاء الله طلعت على طول. بس اهو خلاص، هنرجع تاني نشوف هنعمل ايه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا يا رب يعود عليكم بالخير واليمن واليسر والبركات يا رب العالمين. حبايبي ولادي عبد الله الشمري، بنت مكة حبيبتي، ام بسملة اختي، مين تاني، الناس الواد احمد الخطيب، نسومة، اسراء، شيماء، كلكم ولادي وحبايبي. مريوم وحبيبة قلبي بنت سوريا، علوش السوري. يعني كلكم والله العظيم انا بحتسبكم كلكم، بحسبكم كلكم كده زي ولادي. وكل الناس اللي بتيجي عندي يعني كلكم والله العظيم يسر ما حدش يزعل مني لو نسيت اسم. كل الناس الجميلة اللي بتيجي عندنا وتسأل علينا، ربنا يبارك في الجميع يا رب. ام ادم ربنا يصلح حالك يا رب يا ام ادم، ويخلي لك اولادك وتفرحي بيهم يا رب. انا ما انساش ابدا اي حد عرفته في البرنامج وشفت منه حاجه كويسه. البرنس ربنا يسعد قلبك،
كلكم والله العظيم. هنقرص كده ايه وهنسيبها ترتاح في الصينية كده 10 دقايق. هنقرص، اعمليها بقى زي ما انت عايزة، هو بيتعمل كبير جدا، انا عملت الكبير وعملت الصغير. بسم الله ما شاء الله، الكيلو معرفش طلع لي كام واحدة، ما شاء الله عمل كتير. زي ما انت بقى عايزة تعملي قرص صغيرة، عايزة تعملي كبير براحتك. هو الصينية اصلا مش هتشيل الا 3، حطيت 4 وبعد كده حطيت واحدة. تبلي ايدك كده نقطة زيت وتروحي تقطعيه كده وتعملي كور وتسيبيه بقى يريح. هي بس يعني 5 دقايق كده في الحر ده عشان تعرفي تفرديها، بس وتغطيها كده 5 دقايق. اول ما اروح عمالة اطير الكيس اللي بغطي بيه. هنا بقى اعمل واحدة كبيرة. طبعا انا بعمل الحاجات دي زي ما قلت لكم لولادي لبنتي اللي لسه بتقولي نزلي يا ماما الفيديو عشان اشوف اعمل زي لان القرص عجبتهم. بس لكن انا ما حدش بيتفرج لي على فيديوهات ولا حد بيشوف لي قناه. الحمد لله القناه واقعه خالص، وربنا يسهل ان شاء الله، والله المستعان يعني. ونشوف الدنيا تاخدنا لحد فين. بصوا بقى ريح ازاي، ريح اهو معاكم. بس هتنزليها كده، هتسويها كده، تبطبطيها كده، حاجه بسيطه. يا حيك يوم برحمتك يا استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. ام اروى، نسيت ام اروى يا ولاد. يا اختي ليا برضو، ربنا يسعدها يا رب ويصلح حال ولادها كلكم والله، على عيني وعلى راسي حبايبي، ولادي وسارة ومين تاني، وجوارة اللي كانت بتيجي عندي ومش عارفة راحت فين، كل الناس والله. نادية اللي عايشة في اندونيسيا ببعت لها كل تحية. كل الناس، عشان انا مش بنزل فيديوهات كتير ولا بعرف اتكلم ولا بعرف بقى اسلم على الناس دي ازاي، لان انا مفيش تواصل في البرنامج خالص مع اي حد. دي هنعملها واحدة كبيرة، وزي ما قلت لكم كده العيش الكيلو ده، هاتي كيلو دي واعمليه والسحري بقى بيه، او جعانة اعمل مع شاي، كوباية شاي بلبن مع حتة جبنة، جميل جدا في كل الحالات. دي بقى اعملها كبيرة زي ما هما بيعملوا كده. يا لهوي مالك، احس ان انا نعم قلبي تيت بسجل فيديو. انا هربانة وقافلة على نفسي الباب. انا عايز العب لعبة. طب تلعب والله العظيم بسجل فيديو، اخلص وخده والله. قول لهم حطوا لايك لتيتا، قول لهم حطوا لايك لتيتا، والله بسجل فيديو. لاكي تيت. القرص كانت جميلة اه زي الكيكة صح؟ والله كانت جميلة صح. هاتي بقى ازاي لما يخلص الفيديو، تعالى بس اطلع من الفرن. والله العظيم لما يخلص الفيديو ادولك بصور عشان الناس هتزعل ويقولوا مالك وحش، بيقولوا له مالك بصي في الفيديوهات يقولوا لك ايه. والله العظيم بسجل فيديو. كلم ماما. طب تعالى، طيب بص اقول لك، تعالى اقول لهم القرص كانت عامله ازاي. عاملة زي الكيكة. طريه لا قول لهم عامله زي الاسفنج كده، وطريه زي قطنيه وجميله. انت اكلت بيها بجبنه ولا اكلتها كده مع اللبن حليب مع اللبن؟ مع اللبن لا. كان عمي جبالي ما كلتهاش. لا القرص اللي انا بعتها لك من عندي ساعه ما عملتها، القرص بتاع تيتا. انا موداش. مين اللي كلها؟ ادقها. لا دوقها لسه هتدوقها ماشي. مش انا عملتها قبل كده يا مالك، ما كان غير ما نصورها وبعت لك منها وقلت لي ده حلوه يا تيتا القرص دي. كانت جميله صح. قول لهم بقى ايه اعملوا القرص دي عشان كانت حلوه. اعملوا القرص دي عشان كانت حلوه زي الكيكه. ايوه انت جميله انت، ولا انت روحي يا مالك. بص هنحط عليها بقى ايه، هنعملها اي شكل كده عشان ما تعلاش في الفرن، وهنحط سمسم وهنحط حبة البركة وهندهنها. الواد خلاني عشان خاطر ما ياخدش مني التليفون مش عارفة اركز. دهنت الوش بتاعها بلبن ومعلقة سكر اللي انا كنت بحطه جنبيها في الطبق. معلقتين لبن وسكر، وطلع اهو بص شكله ازاي. بص شكلها بقى طلعت شكلها عامل ازاي. روعة. جيب لي مناديل. حاضر عينيا. بص ما شاء الله طلع زي الفل. ودين الصينية زيت بسيط كده وتسيبيها كده، ده اول ما تطلع من الفرن تغطيها بالفوطه كده تطلع. بص مش عارفه اقسمها لكم اوريها لكم لانها طريه جدا زي قطنيه كده وطريه وجميله ما شاء الله.
والله العظيم وطعمها جميل فعلا واقتصادية ولا فيها تكلفة. وما يخلص الفيديو حاضر والله اديهولك. انا هقوم اروح بيتي وما تتصلش عليا وتقولي تعالي يا تيتا تاني واعملها لك ساعة تتحنن عليا وتقولي تعالي يا تيتا عندنا ماشي؟ ليه؟ ليه ايه؟ ما انت عايز تاخد مني تليفون يا عم. بص وهي كانت جميلة جدا وما شاء الله يعني عملت كتير وكان في كمان صينية في الفرن. خلاص اهو الفيديو خلص يلا باي قول لهم باي. باي. حطوا لايك حطوا لايك واتفرجوا على الفيديو اتفرجوا على الفيديو واعملوا العيش ده جميل واعملوا عيد ده جميل. وكل سنة وانتم طيبين. ك- كل سنة كل سنة